انت تعرف ان مجلس اداره النادي الاهلي ارتكب جريمه رياضيه؟ على فكره نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، كل الانديه مش ملك مجالس الادارات، دي ملك الجماهير وبس. فكون مجلس اداره النادي الاهلي يطلع يتمطع وياخد قرار بالخطوره دي، ده مش من حقه، لان النادي الاهلي ما عملش حساب لجماهيره. قبل منه نادي الزمالك عمل نفس الحركه وبرضه ما عملش حساب لجماهيره. وتخيل يا صديقي ان الجريمتين دول جايين من اكبر ناديين في مصر وافريقيا وفي الوطن العربي كله، الاهلي والزمالك. يعني نادي الزمالك لما انسحب قبل كده من مباراة القمة كان اغبى قرار خده نادي الزمالك في تاريخه، ونفس الكلام حصل المرة دي. مجلس إدارة النادي الأهلي بيتخذ اغبى قرار ممكن ياخده في تاريخه. يعني مجلس الإدارة مكون من 10-12 واحد بيتحكم في جماهير بالملايين حول العالم، والأسباب اللي خلتهم يعملوا كده أقل ما يقال عليها إنها أسباب عبيطة. يعني الزمالك خايف يقابل الأهلي عشان ما يتحسبش عليه ضربة جزاء من حكم مصري، والأهلي نفس الكلام خايف يقابل الزمالك عشان ما يتحسبش عليه ضربة جزاء من حكم مصري. يا سلام. طب والجماهير اللي قاعده في الاستاد من قبل المغرب وعماله تفطر في المدرجات وجايه من اخر الدنيا دي، ملهاش اي حق عند مجلس اداره النادي الاهلي؟ ولا النادي الاهلي بيتصرف بمزاج مزاجه؟ طيب والجماهير العريضه اللي قدام الشاشات في القهاوي وفي الشوارع وفي البيوت وفي كل حته ذنبها ايه؟ مجلس اداره النادي الاهلي كان دايما يطلع هو وجماهير النادي الاهلي ويقول لك احنا الثالث على العالم، احنا ثالث نادي في العالم. طب ما تلعب، انت خايف من الزمالك ليه؟ لما انت ثالث العالم يا فندم خايف تقابل نادي الزمالك الثالث في الدوري المصري المجهول ليه؟ قرار غبي وهيتحاسب عليه مجلس اداره النادي الاهلي حتى اخر العمر. اللايك بيفرق معانا جدا، اتمنى ما تبخلش علينا باللايك والمتابعه.